النهارده هنعمل مع بعض احلى غدا. غدانا سهل وبسيط. هنعمل مكرونه بالصلصه، ومن ربع كيلو لحمه مفرومه هنعمل طبق الكفته اللي انتوا شايفينه الجميل ده، وهنعمل سلطه الطحينه مع بعض. ولو اول مره بتشوفي قناتي انا مطبخ يسرا، اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واعملي شير كمان. ويلا بينا نبتدي. اول حاجه هنا معانا كده بصلتين كبار مفرومين ناعم، وطماطمايه كبيره، وقرنين فلفل برضو مفرومين ناعم. وابتدي ان انا اصفي الميه منهم كده. بعد ما صفيت بقى الميه منهم، هاخد كده الميه مش هنرميها، وهقول لكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. هنستعملها هنا بقى كده في طبق، وهنحط مع بعض كده زي ما انتوا شايفين البصل والطماطم والفلفل. هنضيف عليهم هنا ملح وفلفل اسود ومرشه من الكزبره الجافه، وربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهنضيف وبابريكا، وضفنا كمان 7 بهارات، وضفنا بقدونس، وضفنا خلطه بهارات الكفته. مش عايزين نحط بهارات كتير عشان طعم الكفتة بتاعنا ما يغيرش معانا. هنا بقى نقلبهم كده مع بعض. هنا لما بتعمليها كده الحاجات دي كلها مع بعض كده وتقلبيها، بتدي ريحة حلوة قوي وطعم جميل للكفتة بتاعتك. هنا بقى ربع كيلو اللحمة المفرومة اهو، ونبتدي بقى نعجنهم كلهم كده مع بعض زي ما انتوا شايفين لحد ما يبقى شكلها كده اهي. هنا بقى انا محضره بقى كده ايه الصينيه، ومحضره الشوكه اللي هعمل ايد الشوكه كده المعيه دي اللي هنعمل بيها، وميه البصل اللي احنا قلنا مش هنرميها اهي. هبتدي ان انا الاول، هنا انا اتلخبطت، هبتدي بقى الاول كده هبل ايديا بميه البصل والطماطم والفلفل، وهبتدي كده ان انا اخد حته من اللحمه واشكلها كده على ايد الشوكه. انا هنا ما كانش عندي الاستيك الخشب بتاع الكفته، فعملته بقى كده على ايد الشوكه ونفع معايا حلوه الطريقه. وهبتدي بقى تبلي كل مره تبلي ايديكي وتاخدي كده قطعه من اللحمه وتعمليها كده تشكليها على ايد الشوكه زي ما انت شايفه كده. هنا الطبق كان معايا عامل حوالي كده 13 قطعه من الكفته، من ربع كيلو لحمه مفرومه. وكان يعني الصبع زي الكفته زي ما انتوا شايفينه كده كان كبير وحلو كده معانا. تمام. هبتدي بقى ان انا اشكلها كده كلها اهي، ده بقى شكلها زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى ان انا ادهنها. هنا بقى معايا باقي ميه البصل، هنضيف عليها معلقه صغيره كده من مليانه من الصلصه، ورشه من الملح، ومعلقه صغيره من الزيت. وابتدي ان انا اقلبهم كده مع بعض، وادهن بيها بقى الوش بتاع الكفته بتاعتي زي ما انت هتشوفوها دلوقتي. وتبقي مشغله الفرن على درجه حراره عاليه، الرف اللي في النص، وبتشغلي الفرن من تحت ومن فوق. ما عندكيش شوايه الفرن بتاعك ما بيشتغلش من تحت وفوق، يبقى هتشغلي من تحت بس. وبعد كده هقولك هنعمل ايه مع بعض تاني. هنا بقى خلاص دخلناها الفرن. هنا بقى هنسلق مع بعض المكرونه، ميه مغليه وتحطي فيها كده، انا معايا كيلو من المكرونه، وهحط كده فيها حبة من الملح، واسلق كده المكرونة حطيتها واقلبها. وخلاص المكرونة كده استوت. انا مش عايزاها تبقى سوا كامل، 90% كده سوا منها زي ما انتوا شفتوا شكلها. هنا بقى في الحلة فيها الزيت، وهنا هنزل كده ببصلاية صغيرة بس انا مخرطاها مش بشرها اهي زي ما انتوا شايفين كده، بتديها طعم احلى. هنا هنقلب كده البصل، وقبل ما تصفر شوية هنزل كده زي ما انتوا شايفين بقرن من الفلفل اهو. قلبتهم كده مع بعض، والبصله ابتدت ان هي تحمر كده، والفلفل معايا ابتدى ان هو برضو ياخد كده لون بسيط، وريحته كده بانت معانا. هنا كيلو من الطماطم انا ضرباها كده في الكبه زي ما انتوا شايفين، هنزل بيها كده على انا هنا على فكره ما صفيتهاش، نزلت بيها بقى كده على البصل. هنا ضفنا ملح وفلفل اسود ورشه كده من الشطه وبابريكا. وهنا بقى كده اتسبكت معايا الصلصة، حطيت عليها كده عشان اللون بتاعها برضو يبقى حلو معانا. ضفنا عليها معلقة كبيرة كده من الصلصة الجاهزة. وهنا حطيت حبة مية صغيرين كده عشان تبقى كده سايبة معايا زي ما انتوا شايفين شكلها كده، وسبتها غلت غلوة واحدة بيها. هبتدي بقى انزل المكرونة بتاعتي بعد ما سلقناها. وطبعا بعد ما بتسلقيها بتصفيها وبتديها شطفة كده بالمية، وبتحطي عليها معلقة زيت عشان ما تمسكش كده في بعضها. تمام. هنا بقى ابتديت كده ان انا احطها واحده واحده وتقلبي اهي. قلبناها كده خلاص. هي طبعا السوا بتاعها ما كانش كامل، قلنا 90% سوا. هنغطيها بقى وتسيبيها على النار كده لمدة 3 4 دقايق، وبعد كده تطفي عليها النار وكان شكلها. هنا بقى كده الكفتة بتاعتنا ابتدت ان هي تستوى واخدت لون كده من اول وش. ابتديت بقى ان انا اقلبها الناحية التانية زي ما انتوا شايفين اهيت. وهبتدي ان انا ادهنها وادخلها الفرن تاني، واشغل بقى خلاص كده عليها الشوايه.
هنا بقى معانا كده الطحينة، نص كوباية من الطحينة، ودي معايا مية سخنة او مغلية. هبتدي كده ان انا احطها على الطحينة بالتدريج لحد دلوقتي ما هنشوف القوام اللي هتوصل ليه الطحينة. تمام. وتفضلي كده تقلبي فيها كويس جدا اهي، وتنزلي بالمية بالتدريج. هنا خلاص بصوا، انا حبيت ان انا احطها في طبق يعني اوسع كده علشان اعرف ايه اشتغل فيها وده بقى براحتي. هنا بصي ده قوامها كده برضو عايزة تاني مية اهيت زي ما انت شايفة كده اهي. كده بقى خلاص ده القوام كده المناسب بتاع الطحينة. معانا ملح وفلفل اسود، ومعانا رشة من الكزبرة، ومعانا بابريكا. وهنضيف لها كده يعني معلقة صغيرة من الخل، وهنعصر عليها ليمون كمان، وكمان حطينا كمون عليها. وهنا هنضيف كده الزيت، وهنا كده فصين من التوم او فص توم كده تحطيها عليها، وهنبتدي نقلبها كده مع بعض اهي. بقت جاهزه كده معانا الطحينه. تمام. انا حبيت بقى اضيف لها كده رشه من البقدونس، عطت لها طعم جميل جدا. حابه تضيفيها ضيفيها، مش حابه برضو براحتك، بس هي عطت لها طعم في منتهى الجمال. كده كل حاجه بقى بقت جاهزه معانا. والكفته اهي بعد ما عطيناها بقى وش تاني كده وشغلنا عليها الشوايه في اخر حاجه بعد ما دهناها، هنبتدي بقى نرص حاجتنا. بصوا هنا بقى طبق كده وعليه بقدونس بقى. رشينا كده الطبق بالبقدونس او فرشناه كده بالبقدونس. هنبتدي بقى نحط الكفته زي ما انتم شايفينها. طلعت الكفته دي في منتهى الجمال. احنا بقى نبتدوا كده نحضر مع بعض تحضيرات كده الحاجات بتاعه العيد. كل سنه وانتم طيبين وبخير. وهنبتدي كده نحط كده المكرونه. في منتهى الجمال بصراحه، المكرونه طلعت جميله جدا. ايه رأيكم بقى النهارده في الغدا الجميل ده؟ سهل وسريع وما اخدش معانا وقت ولا اي حاجه. بصوا دلوقتي بقى هنشوف مع بعض كل حاجه. لازم تجربوا بقى الكفته الجميله دي بالربع كيلو اللحمه المفرومه، وتجربوا المكرونه بالصلصه بتاعتي دي الجميله. بصوا شكلها عامل ازاي، في منتهى الجمال. وبصي الكفته بتاعتنا جميله ومش مكتومه. ايه رأيكم بقى في الجمال ده النهارده؟ يا رب النهارده الطحينه كمان، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. مع السلامه.